بسبب كثرة العطل الرسمية وغير الرسمية والدينية. مديرية تربية النجف امتنعت عن التعليق على هذا الموضوع، فيما أكدت الحكومة المحلية اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض الطلبة عما فاتهم. تقرير راجي نصير. كثيرة هي العطل الرسمية وغير الرسمية التي يعيشها العراق، فإلى جانب العطل الدستورية هناك عطل استثنائية تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو مجالس المحافظات، تضاف إليها العطل الدينية المليونية خاصة في النجف وكربلاء، ما يؤدي إلى تعطيل عمل أغلب الدوائر والقطاعات الحكومية، لكن القطاع التربوي هو الأكثر تضررا وطلبة المدارس هم من يدفع الثمن. هاي يعني العطل طبعا تأثر علينا، لأن يعني نص سنة ما قاعد نلحق دراسات، فناخذ دراسة شوية قليلة. عطل زيادة كلش، احنا ثالث وورانا وزاري، يعني منهج طويل ما نقدر نلحق نخلص. تربويون تحدثوا عن إرباك في عملهم جراء العطل الكثيرة والمتكررة والتي تحول دون إكمال المنهج المقرر خاصة للصفوف المنتهية، مؤكدين أن العطل أثرت حتى على المستوى الأخلاقي والسلوكي للطلبة، مشيرين إلى أن الفقراء هم الضحية الأكبر. العطل المتكررة تؤثر تأثير كبير على عملية إكمال المنهج الدراسي، خصوصا بالنسبة للمراحل المنتهية. بالتأكيد راح تأثر وتأخر من إمكانية الأستاذ في إكمال منهاجه. طالب الغير متمكن اللي ما عنده إمكانية مادية أن يدخل ابنه خصوصي، أو ما عنده إمكانية مادية يدخل ابنه مدرسة أهلية، زين هذا شنو ذنب الطالب؟ شلون راح يحل مشكلته؟ ليس فقط المستوى العلمي بالنسبة للطالب، وإنما المستوى الأخلاقي أثر تأثير سلبي على الطالب، لأنه الطالب ينقطع يوم يومين ثلاثة ويرجع يشوف حتى أخلاقه جاي تتغير. مديرية تربية النجف رفضت التعليق على الموضوع، قائلة أن لديها تعليمات من وزير التربية تحصر التصريحات بشخص الوزير فقط، فيما أكدت الحكومة المحلية أنها اتخذت بعض الإجراءات لتعويض الطلبة، مطالبة بوضع معالجات مبكرة للعام الدراسي المقبل. اعتبار بعض أيام السبت كدوام رسمي تعويض عن العطل الرسمية، كذلك استقطاع أسبوع من عطلة نصف السنة العطلة الربيعية، لأن أخذت أيام زيارة أربعينية، بالتالي نضع آلية لبداية عام دراسي جديد نتفادى فيها هذه العطل، لأن هذه العطل أثرت كثيرا على المستوى الدراسي. المدارس الأهلية نأت بنفسها عن المشكلة من خلال عدم التزامها بالعطل غير المبررة حسب وصفهم والاستمرار بالدوام، مؤكدة أن الاحتفال ببعض المناسبات في بداية الدوام خير من تعطيله. يعني العطل اللي أعلنتها الحكومة كلش هواية، وأكو عطل يعني ممكن يعني واردة، وأكو عطل أن تكون مبالغ بيها. طيب احنا يعني كمدارس أهلية عد ما نمشي بهذا الشيء ما نقدر نكمل الرسالة اللي جايين من أجلها. أنا الآن الدولة منطية عطلتين، أنا منطي عطلة واحدة، يلا أقدر أكمل المنهج ويا الطالب. ويؤكد مختصون أن كثرة العطل تقطع تواصل التلميذ مع الدراسة وتؤدي إلى خفض المستوى العلمي لديه. 180 يوما هو الحد الأدنى للدوام في المدارس بحسب اليونسكو، لكن النسبة في العراق تنخفض إلى 120 يوما كحد أعلى في العديد من المدارس بحسب مسؤولين، ما يؤثر سلبا على المستوى التعليمي والتربوي في البلاد. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.